اول ما اتحطت في البق ده جميله. تمام، حلو قوي بجد بصراحه والله، جميله. ملوش حل بجد والله، جميل بامانه. جدا. والله مش عشان فيديو، بجد جميل. جميل جدا. القصه كلها ان كنت ماشي في الكوربه في مصر الجديده وجعان وعايز اتغدى، فبصيت لقيت المطعم ده، وقفت كده عمال افكر انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. مقلوبة فلسطيني كما قال الكتاب. ده المنسف في الأردن يا جماعة. فقلت بس هو ده. دخلنا بقى قعدنا في القعده العربي اللي هم عاملينها ولعبنا جيمين بلاي ستيشن لحد ما الاكل يتعمل، وسخنت اول حاجه بطاجن الورق عنب بالكوارع. خدت بقى شويه بالشوكه ومعلقه حطيتهم في الطبق عشان اكل منه، عشان انا بس متحضر وانا من اسكندريه وكده. عايز اقول لكم يا جماعه ان ده من احسن الحاجات اللي موجوده هناك بجد يا جماعه، ملوش اي حل. وحته ان الورق عنب شارب من الكوارع دي سحراني، خطير خطير بجد بمعنى الكلمه. جربت بعد كده حاجه اسمها شيخ المحشي، ودي كوسه باللحمه المفرومه متسويه في جميل، ولو سالتني يعني ايه جميل هقول لك في الاخر هتعرف. بس طعم غريب. دخلت بعد كده في مشكل دور، مشكل محاشي يعني، وكان طعمه بالنسبه لي عادي خالص، بس الصلصه المحطوطه معاه دي كانت جميله جدا، فبصراحه محولاه. نخش بقى في المقلوبه الفلسطيني، بدنا نخزق الدنيا، ودي بتنزل بشو كده، استنى اوريهولك. بس يعني حاجه الصراحه. ودي بتبقى بتنجان بالبطاطس باللحمه كده يا جماعه، خرافه. كيف ما بيحكوا عنا مصر زي اللوز او لوز اللوز ايهما اقرب. هنا بقى انا كنت تعبت يا جدعان، بس انا الصراحه ما باجيش القاهره كل يوم، فشربت سبرايت وكملت. دخلني بقى على الاردن واهل الاردن. كيفكم جماعه الخير؟ نخش بقى على المنسف الاردني، والمنسف ما يحلاش الا بالجميد. والجميد ده نوع من انواع اللبن، بيبقى حمضي كده وبيبقى مستورد من الاردن، مش موجود في مصر خالص. تقعد بقى تسقسق وتاكل، تسقسق وتاكل. طعمه بالنسبه لي كان جديد جدا جدا، لان اللبن حمضي مع اللحمه مع الرز، فكان طعمه بصراحه تركيبه جديده خالص. نخش بقى في عروسه الليل. بص كده بص. وهنا بقى وصلنا للمرحله اللي هنقول فيها اكاد من فرط الجمال اذوبه زي ما اللحمه زايبه كده. يعني انا بصراحه لو هروح تاني لازم اطلب دي وطاجن الورق عنب بالكوارع، الاثنين دول اساسي كده على الترابيزه. هو ده القيام. نخش بقى في المشويات. خلي بالكوا دي نقنقه يعني، شويه كباب وكفته وطرب وميكس جريل كده يعني. والصراحه كده الكفته ما تتاكلش غير كده، تحطها كده في لقمه العيش مع ايه يعني ديبنج كده، فهمت؟ تغمسها كده في الطحينه، يا سلام سلم يا سلام. لكن برضو الكفته دي انا ممكن اكون دقتها قبل كده. الكباب هو اللي كان بالنسبه لي طعمه جديد خالص خالص خالص. خلطه الكباب غريبه قوي بس حلوه، يعني الخلطه بالنسبه لي جديده. والطرب برضو كان فيه ميزه اللي هو مش تقيل، يعني ما كانش الطرب اللي هو يقف على صدرك ده، عارفين؟ فلا كان خفيف خالص. انا عايز اقول لكم ان انا تعبت والله، يعني تعبت في فويس اوفر وتعبت من الاكل، بس يا جماعه انا ما باجيش القاهره كل يوم. نخش بقى في المبكبكه، وهنا في حاجه جديده، ايوه هي دي، ان بينزل معاها حاجه اسمها علقه، والعلقه دي بتبقى الكبده والكلاوي والقلب والحاجات بتاعت الخروف. المبكبكه لوحدها كان طعمها عادي خالص، بس بالعلقه حوار. والله العظيم كان فكر ده انا امي بس اللي عارفاها. دخلت بعد كده في طاجن العكاوي، وبصوا هو كان حلو، بس انا بصراحه ما بحبش العكاوي عشان بتبقى مليانه عظم. اخر حاجه دي بقى انا عايزكم انتوا تسموها في الكومنتات. بصوا ده بيبقى جلاش تحتيه المنديل بتاع الطرب معمول بالسمنه البلدي، وجواه كوارع وعكاوي والمخاصي والحاجات دي كلها، يعني بص تاكله من هنا وتطلع نار من بقك من هنا. يا جماعه بجد خطير. دي عيبها الوحيد ان هي تقيله قوي، دسمه قوي قوي. حته المنديل بتاع الطرب مع السمنه البلدي اصلا مخليها تقيله ودسمه قوي قوي، بس تحفه. بعد الاكله التقيله دي كان لازم نحبس بشويه شاي زردة. وعايز اقول لك ملحوظه صغيره، ان انا واصحابي جربنا تقريبا معظم الحاجات المميزه عندهم، عشان انت لما تروح هناك تعرف تطلب ايه بالظبط. يا بخت اهل القاهره بالمكان ده بجد يا جماعه، انا اتبسطت قوي. سلام. بص، وانا باكل في مطعم في القاهره لقيت اشرف عباية قاعد، فانت بصوا بقى دحوه اليوم يخرب بيتك. كان اسمه ايه طيب في الفيلم ده؟ ده فيلم لخمة راس. نخنوخ. ايوه هو ده هو ده. ودي دحوه اليوم.